السلام ورحمة الله وبركاته. تعزية من خلال شاشة إعلام قبيلة جبور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد. نعزي أنفسنا أولا ونعزي عشائر الجبور بالعراق جميعا. نحن عشائر جبور في كربلاء، صارت فاتحة الأولى هي بالحمزة الشرجي، والثانية صارت بالديوانية، والثالثة في محافظة كربلاء سوينا فاتحة امبارحة. واليوم تعنينا جينا لبغداد، لأنه بالنسبة للشيخ أحمد كحيوط شخصية مرموقة ومعروف، وتأثرنا عليه، كل عشائر جبر تأثرت عليه، لأن هذا يعني إنسان راقي وإنسان من نالدانة، وعندنا اليوم علم وتاريخ، عرفت؟ وإحنا نتعنى وين ما كان، حتى قالوا لنا بكركوك مسوين فاتحة، خارج العراق نسوي فاتحة ونلحقها. هذا الرجل الحقيقة تأثرنا كل احنا عليه، لكن احنا نؤمن بالقضاء والقدر، وهذا أمر الله وقدره، واحنا جايين نعزي من كربلاء لهنا، واحنا بخدمتكم، والسلام عليكم. الشيخ جاسم فرمان الجبوري، شيخ عشائر الجبور في كربلاء. الله يحفظك، الله يسلمك.